في يوم 20 إبريل 2010 انفجار بيقتل 11 عامل على منصة النفط ديب ووتر هورايزن، وبيفتح بئر بيضخ 8000 برميل نفط خام في الخليج كل يوم. غواصات يتم التحكم فيها عن بعد، وقبة فولاذ وزنها 125 طن، وكور جولف. دي عملية إنقاذ بتكلفة 1.6 مليار دولار عشان يسدوا أسوأ تسرب نفطي في التاريخ. ديب ووتر هورايزن كانت منصة حفر بحرية متحركة مزودة بنظام تموضع ديناميكي، كانت مملوكة لشركة ترانس أوشن أويل ومؤجرة لشركة بي. موقع الحفر المعروف باسم ماكوندو أو MC 252 كان موجود على بعد 42 ميل جنوب شرق مدينة فينيس، لويزيانا، في منطقة ماكوندو. المنصة كان عليها طاقم مكون من 126 شخص في يوم الحادث. بعد الحفر للعمق النهائي اللي هو 5600 متر وتثبيت الغلاف الفولاذي بالإسمنت، المنصة انفجرت واشتعلت فيها النار. وأثناء محاولة الطاقم استعادة السيطرة على تدفق النفط والغاز، الأنبوب في رأس البئر انحنى. نظام الفصل الطارئ فشل في تشغيل مانع الانفجار وفصل الأنبوب الصاعد البحري. أنا عملت فيديو عن الحادث ده على قناة الكوارث بتاعتي، وهسيب الرابط هنا. على طول بعد الحادث، شركة بي فعلت خطة الاستجابة لتسرب النفط، وبدأت تجمع الموارد عشان تنقذ الحفار والبئر. عشان يستعيدوا السيطرة على مانع الانفجار، بعثوا روبوت تحت المياه يوصل خط هيدروليكي في نظام مانع الانفجار على عمق 1500 متر تحت سطح المياه. مانع الانفجار بيستخدم لقفل بئر البترول في حالة الطوارئ. فيه كذا جزء يقدر يقفل حوالين أنبوبة الحفر عشان يقفل الحيز الحلقي بس، أو يقطع أنبوبة الحفر ويقفل البئر بالكامل. النظام فيه وحدتين تحكم إلكترونية، والاثنين فشلوا وقت الحادث. وفيه لوحة تحكم هيدروليكية بتوفر طاقة هيدروليكية لأجزاء مانع الانفجار المختلفة. جهاز الحفر متوصل بمانع الانفجار عن طريق ماسورة صاعدة بحرية. الماسورة الصاعدة دي هو الأنبوبة الخارجية. جوه الماسورة الصاعدة البحرية فيه أنبوبة الحفر نفسها. الجهاز بيضخ طين الحفر جوا أنبوبة الحفر عشان يزيت رأس الحفر، وهما بيحفروا. الطين والصخور بيرجعوا يطلعوا لفوق جوا المصعد البحري في الفراغ الحلقي اللي هو المسافة بين أنبوبة الحفر والمصعد البحري. المصعد البحري بيتوصل بمجموعة مانعات الانفجار اللي ارتفاعه 17 متر ووزنه حوالي 400 طن. برج مانع الانفجار بيتوصل برأس البئر. عشان الاثنين وحدات تحكم اتضرروا، مهندسين بي محتاجين يتخطوا النظام ويفعلوا مانع الانفجار يدوي. المركبة المسيرة عن بعد بتقرب من لوحة التحكم الهيدروليكية بتاعة مانع الانفجار أو لوحة التوصيل، وبتضبط موصل هيدروليكي اسمه الهوت ستاب اللي بيشتغل زي حقن هيدروليكي. العربة الآلية بتستخدم الهوت ستاب عشان تحاول تقفل صمام الأنبوبة اللي في النص وتقفل الفراغ الحلقي حوالين أنبوبة الحفر. لو قدروا يقفلوا المسافة دي، ممكن يقدروا يرجعوا يتحكموا في الحريقة اللي مولعة في الحفار ويضخوا أسمنت جوه أنبوبة الحفر عشان يقفلوا البئر. بس العربة الآلية شبكت في خط الهيدروليك بتاع صمام الاختبار بدل صمام الأنبوبة اللي في النص. صمام الاختبار موجود، بس عشان يتأكد إنه مانع الانفجار فعلاً يقدر يتحمل الضغط. هو مش معمول عشان يقفل البئر. بئر ماكوندو 252 لسه بيضخ، وده بيغذي النار اللي في الحفار المشتعل. خفر السواحل الأمريكي قلقانين بسبب 700 ألف جالون ديزل اللي على حفار ديب ووتر هورايزن. وكمان فيه احتمال إنه النفط الخام يتسرب، واللي متقدر بحوالي 8000 برميل أو 336 ألف جالون يومياً. فيه طبقة رفيعة من الزيت طافية على سطح المياه وممتدة لمسافة ميلين من الحفار. تاني يوم والنار لسه مولعة في الحفار، تم إرسال مركبة تحكم عن بعد تانية عشان تشغل جهاز منع الانفجار باستخدام إجراء الهوت ستاب في محاولة لقفل مكبس الأنبوب الأوسط.
لو ده ما نفعش، عندهم سلسلة من الخطوات التصاعدية لتشغيل مكابس القص جوه جهاز منع الانفجار عشان يقطعوا أنبوبة الحفر ويقفلوا البئر بالكامل. بس ده بيكون آخر حل لو إجراء الهوت ستاب ما نفعش. وقت الحادثة، الطاقم على ديب ووتر هورايزن حاولوا يشغلوا مكابس القص. دلوقتي بيبي لسه بتحاول تلاقي طريقة تتجنب بيها ده وتنقذ البئر. مضخة الهيدروليك بتاعة مركبة التحكم عن بعد حصل فيها عطل. المحاولة اتلغت ومركبة التحكم عن بعد رجعت للسطح عشان يتصلح، واختيارات بيبي هتكون محدودة أكتر. في 22 إبريل بعد الحادث بيومين، ديب ووتر هورايزن غرق وساب 700 ألف جالون ديزل في المحيط. شركة بيبي بعتت مركبة تحكم عن بعد عشان يلاقي ويقيم الأضرار في الحطام. لقوا الحفار مقلوب على بعد أقل من ربع ميل شمال غرب جهاز منع الانفجار، ووصلة الحفر البحرية متقطعة من الحفار ومرمية جنبه. النفط بيخرج من نهاية وصلة الحفر ونهاية أنبوب الحفر اللي طالعة من الوصلة. دلوقتي بيبي لازم يشغلوا جهاز القطع التلقائي عشان يقطعوا أنبوب الحفر ويقفلوا البئر. بيبعتوا مركبة تحكم عن بعد عشان تقطع الأسلاك الكهربائية لجهاز منع الانفجار عشان تشغل نظام الأمان التلقائي، وده نظام أمان كهربائي بيشغل جهاز القطع التلقائي لو النظام فقد الطاقة. نظام الأمان التلقائي المفروض يقفل البئر وقت الطوارئ من غير ما حد يشغله يدوي، بس هو ما اشتغلش وقت الحادثة، ولما قطعوا الأسلاك ما حصلش أي حاجة. الاتنين وحدات تحكم إلكترونية فيهم عطل. أسلاك واحدة منهم متوصلة غلط والسولينويد مش بيشتغل، وبطارية 9 فولت في الوحدة التانية فاضية. بيبي قالت لتياري RROV يشغلوا وظيفة دبوس القص التلقائي، ودي وسيلة أمان ميكانيكية بتقطع أنبوبة الحفر. المهندسين مش عارفين إن أثناء الحادث الأنبوبة تعوجت، وده خلاها تبعد عن خط الحساس وتحطها برا منطقة القطع بتاعة سكاكين القص. دبوس القص التلقائي اشتغل وسكاكين القص قفلت، لكن بدل ما يقطعوا الأنبوبة بشكل نظيف، الأنبوبة تشوهت بس والنفط فضل يخرج. فريق الإنقاذ استخدم ROV وحاولوا يعملوا محاولة تانية باستخدام أداة الهوت ستاب، لكن بعد محاولات كتير وتراكم الضرر في الهيدروليك ما بقاش في ضغط كفاية علشان يقفلوا السكين بالكامل. حاولوا يشغلوا وظيفة دبوس القص تاني، بس المرة دي خبط في الجزء السميك من وصلة الأدوات في أنبوبة الحفر بدل ما يخبط في جسم الأنبوبة الرفيع. 4 محاولات فشلت والبئر لسه بيطلع نفط في المحيط. شركة بيبي لازم تلاقي طريقة تانية عشان توقف التسريب. الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عندها أداة بتستخدمها عشان تحاكي إزاي النفط بيتصرف في البحر. هم بيتوقعوا إن 35% من النفط هيتبخر، من 10 ل 15% هيتخفف، والباقي اللي هو 50% هيعمل مستحلب مع مية البحر، ممكن يتجمع ويتضخ. بحلول 23 إبريل بقعة النفط على السطح بقت بعرض ميل وطولها 5 أميال. تم تحريك 32 مركب و5 طيارات علشان ينشروا المواد المفرقة ويستخدموا أجهزة الشفط لتنظيف البقعة. بعد 3 أيام من البحث في مساحة 5000 ميل مربع عن ناجين، خفر السواحل الأمريكي أوقف البحث عن 11 فرد من طاقم ديب ووتر هورايزن المفقودين. شركة بيبي دلوقتي عينت فريقين علشان يوقفوا التسريب. فريق هيحفر بئر إغاثة، وفريق تاني هيشتغل على سد البئر. بئر الإغاثة هو بئر تاني بيتحفر بزاوية لحد قاعدة البئر الأصلي، وده هيسمح لفريق الإنقاذ إنه يضخ طين حفر تقيل اسمه طين القتل وأسمنت جوه البئر الأصلي علشان يقفلوه بشكل دائم. بس مش هيقدروا يقفلوا قاعدة البئر غير لما التدفق الحر يقف. لازم البئر يتقفل الأول. عشان يقفلوا البئر، الفريق التاني لازم يبني وحدة إحكام غلق للبئر، بس ده هياخد وقت. فالأول محتاجين طريقة يتحكموا بيها في النفط والغاز اللي بيخرجوا بحرية. في يوم 25 إبريل
حاولوا تاني يشغلوا ذراع الإغلاق الأوسط للأنبوب في مانع الانفجار باستخدام جهاز ROV وأداة توصيل هيدروليكي وخزان ضغط محمول تحت البحر. الخزان بيخزن سائل هيدروليكي مضغوط في خزانات، وده ممكن يفرغوه عشان يوفروا ضغط هيدروليكي إضافي لتشغيل صمامات القص. لكن مهندسين بيبي مش عارفين إنه الأنبوبة اتعوجت، وعشان كده كل محاولاتهم بتنتهي بالفشل. في 29 إبريل التسرب وصل لساحل لويزيانا وامتد على مساحة 600 ميل. المحافظ أعلن حالة الطوارئ، وفي خلال أيام تم نشر حوالي 100 ميل من الحواجز لاحتواء النفط. لتقليل تأثير التسرب، شركة بيبي بتضخم مواد كيميائية مفرقة تحت المية مباشرة عند مصدر التسريب، وهو خارج من الأنبوب. المواد المفرقة عادة بتستخدم على السطح عشان تكسر النفط لقطرات صغيرة بتنزل لقاع البحر بعيدة عن العين وبعيد عن البال. سمعت عن تقارير كتير من ناس بتتكلم عن حروق كيميائية وحالات سرطان مرتبطة بالمواد المفرقة من المتطوعين اللي بيشتغلوا في تنظيف الشواطئ. أنا مش عارف التأثير الكامل للمواد المفرقة الكيميائية على البيئة تحت المياه، بس مش متخيل إن ضخ مواد كيميائية أكتر في المحيط ممكن يكون حاجة كويسة. في أول مايو المهندسين بتوع بيبي ركزوا اهتمامهم على مانع الانفجار الحلقي، وده جهاز كبير على شكل دونت بيستخدموه علشان يقفلوا فتحة البئر أثناء عمليات الحفر. الجلبة المطاطية المفروض تعمل حاجزاً محكم حوالين أنبوبة الحفر وتمنع البترول من إنه يهرب من الرايزر، لكن الأنبوبة اللي مش متظبطة جوه فتحة البئر بتمنع مانع الانفجار الحلقي من إنه يقفل البئر. في يوم 2 مايو جهاز الحفر Development Trailer 3 اللي هو جهاز حفر شبه غاطس للمياه العميقة جداً بيبدأ يحفر أول بئر إغاثة على بعد أقل من نص ميل من MC 252. بئر الإغاثة هو طريقة موثوقة لوقف الانفجار لو التسريب ما قدرناش نوقفه، بس الموضوع بياخد وقت ودقة عشان يتنفذ بنجاح. في يوم 7 مايو قبة احتواء أو صندوق عزل وزنه 125 طن بيتنزل في المياه، هيتم وضعها فوق أكبر تسريب في نهاية الرايزر البحري. صندوق العزل ده عبارة عن هيكل من الصلب ارتفاعه تقريباً 12 متر، عرضه 7 متر وعمقه 4 متر، ومصمم علشان يجمع الزيت اللي بيتسرب من نهاية الأنبوب زي القمع المقلوب. فيه أنبوبة فوق القمع هتوجه الزيت لسفينة تجميع فوق سطح المياه. وأول ما صندوق العزل ينزل لقاع البحر بلورات الهيدرات بتبدأ تتكون جوا القبة. غاز الميثان اللي طالع من البئر لما يختلط بمية البحر الباردة بيكون بلورات شبه التلج بتسد القبة، وده بيعطل التدفق وبيخلي القبة تطفو لفوق. القبة اللي مليانة غاز وزيت محبوسين بتطفو لفوق ناحية السفن اللي على السطح، وده بيعرضهم لخطر الاصطدام. البحارة والمهندسين قدروا يسيطروا على الوضع وينقلوا الحاجز بعيد قبل ما يسببوا أي ضرر. حطوه على جنب في قاع البحر بعيد عن البئر اللي بيسرب. الحاجز مش فاشل تماماً. اتعلموا إن التصاميم الجاية لازم يكون فيها حقن ميثانول في القبة عشان يمنعوا تكون بلورات الهيدرات. مهندسين بيبي بينتقلوا لفكرتهم الجاية. أداة أنبوب الإدخال في الرايزر هتشتغل زي الشفاطة اللي بتتحط في الرايزر المكسور عشان تمتص البترول من الأنبوبة. بعد محاولتين فاشلتين مهندسين بيبي دخلوا أنبوبة طولها ميل في أنبوبة الرايزر المكسورة، وده حول جزء من البترول لسفينة الحفر اللي فوق السطح. الأنبوبة بتسحب حوالي 2000 برميل في اليوم، يعني تقريباً ربع 8000 برميل اللي بيطلعوا في المحيط. البترول والغاز بيتحولوا للسطح علشان يتعالجوا أو يتحرقوا هناك، بس ده مجرد حل مؤقت علشان يقلل كمية البترول اللي توصل للمحيط. تاني يوم منصة البترول ديفلوبمنت دريل 2 بتبدأ تحفر بئر إغاثة تاني. ومع أنبوبة إدخال الرايزر اللي بتوفر شوية تخفيف، شركة بيبي بتبدأ تشتغل على خطة التوبكل علشان يضخوا طين تقيل من خلال جهاز منع الانفجار ويدخلوه في البئر بقوة كافية توقف تدفق البترول. بس هم قلقانين إن الضغط في البئر هيخلي الطين يطلع تاني،
علشان كده محتاجين طريقة تبطئه وتقفله. المهندسين بيجهزوا حاجة بيسموها جانك شوت. كنت أكون في اجتماع وهم بيحاولوا يشرحوا الجانك شوت لمجلس الإدارة. بيركبوا مجمع جانك شوت مباشرة على المداخل الجانبية في جهاز منع الانفجار باستخدام خراطيم مرنة اسمها خراطيم توصيل. بعد كده بيضخوا الجانك والطين التقيل جوه جهاز منع الانفجار. الجانك شوت بيكون مليان حبال مقطعة، قطع كاوتش، كرات سد، قطع من الإطارات، كور جولف وصخور. ده نفس النوع من الجونك اللي ابني عنده 6 سنين ممكن يحشره في ماسورة علشان يسدها. بعد 3 أيام و6 محاولات فاشلة لسد البئر بالطين التقيل وكور الجولف، بينتقلوا للفكرة اللي بعدها: نظام اختواء بغطاء توب هات لحزمة الرايزر البحرية السفلية. في أول أسبوع من يونيو، يعني بعد حوالي 6 أسابيع من الحادث، مشغلي بيبي استخدموا مقصاً هيدروليكي زي أداة الإنقاذ الهيدروليكية علشان يقطعوا أغلب ماسورة الرايزر اللي كانت متنية ومتصلة بجهاز منع الانفجار. وللحصول على حافة ملساء استخدموا قاطع سلك ماسي علشان يقطعوا الجزء الباقي من الماسورة قريباً من جهاز منع الانفجار. قاطع الماس اتزنق واضطروا يستخدموا المقص الهيدروليكي علشان يقطعوا تحت قاطع الماس، وده خلى الحافة تطلع مششرة زي ما كانوا بيحاولوا يتجنبوا. المشغلين ركبوا غطاء الاحتواء اللي اسمه توب هات النسخة الرابعة علشان يقفل حوالين جهاز منع الانفجار، وده زود معدل الاسترجاع، والبترول اتوجه لسفينة فوق السطح. بيتم ضخ الميثانول في الغطاء علشان يمنع تكوين الهيدرات الجليدية اللي ممكن تسد الأنبوبة اللي طولها ميل وطلعة من الغطاء. بس هم مش قادرين يحتووا كل البترول اللي بيخرج. جزء صغير لسه بيهرب من تحت الحافة، ومن خلال 4 فتحات مفتوحة فوق الجهاز اللي ما اتقفلتش زي ما كان مخطط. قبة الاحتواء قادرة تجمع 6000 برميل بترول في اليوم. الرقم ده بيزيد ل10,500 برميل في اليوم بعد أسبوع. وقبة الاحتواء بتوصل إنها تجمع حوالي 15,000 برميل بترول في اليوم، وده أكتر بكتير من 8,000 برميل في اليوم اللي كانوا فاكرين إنهم بيهربوا من البئر. المعدل اتعدل لفوق وبقى ما بين 35,000 و60,000 برميل في اليوم. مهندسين بيبي قرروا يعكسوا اتجاه تدفق مشعب الحقن بالخردة. بدل ما يضخوا طين وكور جولف، استخدموا نفس النظام عشان يسحبوا كمان 10,000 برميل في اليوم. بس سفينة الحفر اللي بتشغل مشعب الحقن بالخردة ما عندهاش سعة تخزين، فبيضطروا يحرقوا البترول والغاز. لحد اللحظة دي الفريق كان بينفذ إجراءات مؤقتة عشان يجمعوا البترول، وده على وشك يتغير. في يوم 10 يوليو تم إيقاف استخراج البترول، وتم إزالة قبة الاحتواء اللي فوق البئر عشان يجهزوا مكاناً لتركيب وحدة إغلاق جديدة ب3 مكابس. الغطاء الجديد ده شبه جهاز منع الانفجار، وبيتركب فوق جهاز منع الانفجار الأصلي. فيه مكابس هيدروليكية شغالة تقدر تقفل حوالين البئر أو توصل أنبوب علشان ينقل البترول للسطح. وأثناء ما بيبدلوه من الغطاء المؤقت للغطاء الثالث، البترول بيفضل يتسرب للخليج لمدة 48 ساعة، بس المفروض إنه الجهاز ده يسمح للمشغلين يرجعوا يسيطروا على الوضع. في يوم 12 يوليو الغطاء الجديد اللي وزنه 40 طن وفيه 3 مكابس أتثبت مكانه فوق جهاز منع الانفجار الأصلي. الخطوة الجاية هي اختبار سلامة البئر تقريباً على طول بلا تسريب. بياخد منهم 3 أيام كمان عشان يغيروا الجزء اللي فيه التسريب، وبيبدأوا الاختبار من جديد. في يوم 15 يوليو بعد حوالي 3 شهور، شركة بيبي أعلنت إن الغطاء الجديد وقف تدفق البترول لأول مرة من ساعة الحادث. قفل البئر من فوق بيديه. راحة مؤقتة، بس الغطاء اللي فوق ده نقطة فشل واحدة. شركة بيبي محتاجة تقفل البئر كويس عشان يقدر يتحمل ضغط الخزان. في آخر يوليو شركة بيبي خدت الموافقة على عملية القتل الساكن. القتل الساكن حيدفع البترول والغاز يرجعوا للخزان ويوازنوا ضغط البئر. في 3 أغسطس سفينة الحفر كيو 4000 بدأت تضخ طين الحفر من خلال مجمع الخنق والقتل، ومن خلال مانع الانفجار بتاع ديب ووتر هورايزن وداخل البئر MC 252.
بعد نص الليل على طول الفريق وصل لحالة الاتزان اللي فيها وزن طين الحفر بيمنع ضغط البئر. المهندسين بعد كده بخوا أسمنت جوه البئر، وبعد ما جف عملوا اختبار ضغط. على مدار الأسابيع اللي جاية بدأوا يخففوا الضغط تدريجي من السطح، وفي يوم 21 أغسطس شركة بي أكدت إنه السدادة الأسمنتية قفل بئر MC 252، بس لسه في مكان واحد محتاجين يقفلوه. في أوائل سبتمبر المهندسين شالوا جهاز منع الانفجار بتاع ديب ووتر هورايزن وبعتوه للوزيانة عشان التحقيق. ركبوا جهاز منع انفجار جديد في الموقع. في نص سبتمبر بئر الإغاثة ديفلوبمنت دريلر 3 اتقاطع مع بئر MC 252 فوق خزان البترول، وتاني يوم ضخوا أسمنتا في قاعدة البئر. في 19 سبتمبر بعد 5 شهور من الحادثة شركة بي خلصت عملية الإغلاق النهائي من القاع وقفلوا بئر ماكوندو بشكل دائم. التسريب أتوقف في نص يوليو 2010 بعد 86 يوما من بداية اندفاع البئر، والبئر اتقفل بشكل دائم في 19 سبتمبر. ديب ووتر هورايزن سرب حوالي 4.9 مليون برميل نفط في خليج المكسيك وغطى تقريباً 1300 ميل من الساحل. شركة بي صرفت أكثر من 1.6 مليار دولار عشان تحاول تسيطر على البئر، وكمان 65 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف التنظيف والمصاريف القانونية والتسويات والغرامات اللي ليها علاقة بالتسريب. إجمالي التكلفة على الاقتصاد قدرت بحوالي 145 مليار دولار. حطام ديب ووتر هورايزن لسه موجود في قاع البحر لحد النهاردة. لو عايز تتفرج على عملية إنقاذ معقدة تانية دوس على الفيديو اللي ظاهر قدامك دلوقتي.